سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. اللجنة المنسقة لمكافحة قتل الفيلة في شرق أفريقيا تعود اجتماعها في أسمرة. مدرسة الشهداء الثانوية بأسمرة تكرم 123 طالبا مميزا. أندية الإقليم الجنوبي ودندن تفوز بالمسابقة الوطنية للعدو على التلال. الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات ويوسع عملياته، وحماس تعلن إفشال الهجوم البري. قوات كوريا الجنوبية أمريكية تجري تدريبات قتالية بالمسيرات. 21 قتيلا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انعقد في أسمرة يوم 25 و26 من أكتوبر اجتماع منسقات لجنة قتل الفيلة غير القانوني في شرق أفريقيا. شارك في الاجتماع ممثلون عن 6 دول هي إريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى كبار الخبراء والمنسقين من المكتب الإقليمي لاتحاد الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وقال مدير سلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتون في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع إنه على الرغم من أن عدد الفيلة قليل في إريتريا إلا أنه تبذل الجهود المقدرة لحمايتها، ويوجد برنامج لإصدار مرسوم لحماية الفيلة ومواصلة التعاون والجهد المشترك مع الشركاء ودول الجوار. وأوضح مدير قسم الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة السيد يعقوب يوهانس أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو إنشاء منصة للدول من أجل العمل معا لحماية الفيلة. من جانبه أوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاشبركة السيد تخستي كفل مريم أن الفيلة توجد في 3 مديريات هي أعالي القاش وهيكوتا وغونيا في الإقليم، وقد تم إقامة محمية للحفاظ عليها، وسيجري بناء خزان مياه لها للحد من المواجهات مع المزارعين. وقام الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة في القضايا المطروحة بصياغة خطط العمل للسنتين القادمتين. وناشد مدير عام دائرة الخدمات القانونية والرقابية في وزارة الزراعة السيد تخل آب مسقانا كافة المساهمين لإنجاح الاجتماع. كرمت مدرسة الشهداء الثانوية بأسمرة 123 طالبا مميزا من منتسبي الدفعة 35 للخدمة الوطنية الحاصلين على علامات عالية في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023. وفي حفل أقيم في 28 من أكتوبر قال المدير المدرسة الأستاذ برهان ولدو إن 64.5% من 442 طالبا تم إرسالهم إلى مدرسة وارساي كالو في العام الدراسي 2022-2023 حصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق إلى الكليات على مستوى البكالوريوس والدبلوم، وأن 48% كانوا من الطالبات. وسجل 223 منهم أكثر من 3 نقاط، ولا سيما قد حصل 40 منهم على 4 نقاط كاملة. وقد هنأ رئيس فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلايح التجابر مدرسة الشهداء الثانوية على معدل نجاحها في الامتحان الوطني لعام 2022-2023. وفي الوقت ذاته وفي نفس اليوم منحت مدرسة الفاتحة من سبتمبر الثانوية 30 طالبا من الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على نسبة 90% أو أكثر في الامتحان الوطني للشهادة المتوسطة. وفي كلمته ذكر مدير المدرسة الأستاذ صالح عبد الفائزين بالجائزة بالحفاظ على إنجازاتهم والعمل من أجل تحقيق نتائج أعلى. وقالت مديرة مديرية عداق حموس السيدة صالحة محمد إن المديرية ستغطي المستلزمات الدراسية للفائزين بالجوائز. وفي الوقت نفسه قامت مدارس عدوليس ودالول والأمل وموديل وميتسفى المتوسطة أيضا بتكريم 66 طالبا في حفل مشترك.
يستعد سكان منطقة شبح للخريف البحري من خلال تنظيم حملات لزيادة دخلهم من خلال جلب المياه إلى حقولهم. ويتضمن البرنامج الجاري إصلاح وبناء الحواجز المائية والمصطبات الحقلية. وأخبر المزارعون وكالة الأنباء الإريتريا إرينا أنهم طلبوا من السلطات المختصة حل النقص في معدات العمل حتى يكون العمل الذي يقومون به على مستوى المجتمع فعالا. وقال عثمان علي مدير الضاحية إنه تم تشغيل أكثر من 300 عامل يوميا، وتم إنشاء 1050 مترا من الأعمال التمهيدية حتى الآن، وتم إصلاح عدد من المصطبات الحقلية وإزالة الأشجار الغازية من 45 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. منطقة شبح هي واحدة من 17 إدارات ضواحي في مديرية قنداع، ويقطنها 600 أسرة تزاوي الحرفتي الزراعة والرعي. اختتمت في 29 من أكتوبر البطولة الوطنية للعدو على التلال لعام 2023 التي استضافتها حاضرة تقيم عنسبة مدينة كرن، والتي نظمها الاتحاد الوطني لألعاب القوى في إريتريا بفوز ناديي الإقليم الجنوبي وفريق دندن. وفاز نادي الإقليم الجنوبي بفئتي تحت 20 سنة وما فوق 20 سنة للسيدات والرجال تحت 20 سنة، فيما فاز نادي دندن التابع لوزارة الدفاع بفئة الرجال تحت 20 سنة. وشملت السباقات للسيدات 6 كيلومترات تحت 20 عاما، و8 كيلومترات فوق 20 عاما، و8 كيلومترات تحت 20 عاما للرجال، و10 كيلومترات فوق 20 عاما. وشارك في البطولة السنوية 6 أندية، فاز نادي الإقليم الجنوبي في فئة السيدات ونادي دندن في فئة الرجال. من جهة ثانية، نظم الاتحاد الوطني لسباق السيارات والدراجات النارية مسابقة اليوم الأحد 29 من أكتوبر في منطقة بيت قرقيس في أسمرة. تنافس في السباق أكثر من 60 متسابقا في 7 فئات بحضور الآلاف من عشاق الرياضة. وبناء على ذلك فاز المتسابق ملكياس جزائي في فئة 1300 سي سي الذي شهد منافسة شديدة، بينما فاز في سباق 2000 سي سي بين المتسابقين ذوي الخبرة جيلاي جابرام لاخ بعد منافسة قوية مع نجوس هبتم. وفاز حبن جيتون بسباق 2600 سي سي، بينما احتل يوحنس جبرهيوت المركز الأول في سباق 1800 سي سي. كما فاز بكأس 1000 سي سي آلاي ولد ميكائيل. في غضون ذلك فاز هبتوم جبر مسكال بسباق 225 سي سي، وفاز إمباي سامويل بسباق 275 سي سي في مسابقات الدراجات النارية. وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين. نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تخوض معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع القوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة. كما أعلنت أن مقاتليها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون إيريز، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ، مشيرة إلى اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيريز والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها. وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط بجروح خطيرة بسقوط قذيفة هاون شمال قطاع غزة، وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاومين. وهذه عملية الإنزال الثانية خلف خطوط العدو اليوم شمال قطاع غزة. وأكدت قناة الأقصى نقلا عن مصادر في القسام، وذكر الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه قتل عددا من المسلحين وأصاب عددا آخر، مضيفا أنه نجح في منعهم من التسلل إلى منطقة إيريز بعد أن خرجوا من فتحة نفق في غزة.
وأوضحت كتائب القسام اليوم الأحد أنها تصدت لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا تجدر الإشارة إلى أن العمليات البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أيام تركزت في مناطق شمال قطاع غزة وتحديدا شمال غرب القطاع قرب بلدة بيت لاهيا. قال الجيش الكوري الجنوبي إن قوات تابعة له وأخرى أمريكية أجرت تدريبات قتالية مشتركة الأسبوع الماضي شملت استخدام طائرات مسيرة وأجهزة استشعار بالليزر يمكن ارتداؤها في إطار جهود لتحديث قدرات جيشي البلدين وفقا لوكالة رويترز. وجاء هذا ضمن سلسلة تدريبات هوجوك السنوية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي بهدف تحسين الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. واستخدم في التدريب أيضا العديد من أنظمة الأسلحة عالية التقنية بهدف تعزيز القدرات القتالية. واستخدمت القوات معدات يمكن ارتداؤها مزودة بأنظمة ليزر لمحاكاة المعارك الفعلية. وحلقت عدة طائرات مسيرة لأغراض الاستطلاع، وكان بعضها يطلق النار من بندقية هجومية، في حين استخدمت كوريا الجنوبية مركبة مسيرة متعددة الأغراض لنقل الجرحى. قتل 21 شخصا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان تملكه مجموعة أرسلور ميتال العملاقة للتعدين، ولا يزال أكثر من 20 آخرين تحت الأرض، في وقت تسعى الدولة الواقعة بوسط آسيا لتأميم الفرع المحلي للشركة. وأكدت الشركة إخراج 252 عاملا من تحت الأرض وأن عمليات الإنقاذ مستمرة. ولأسليلور ميتال ومقرها في لوكسمبورغ سجل من الكوارث المميتة في كازاخستان، وكثيرا ما تتهم بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة. والحريق أسوأ كارثة مناجم في كازاخستان منذ 2006، عندما قضى 41 من عمال المناجم في موقع لأرسلور ميتال، ويأتي بعد شهرين على مقتل 5 عمال المناجم في انفجار هذا الصيف. الخبر الأخير في هذه النشرة يناقش وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الأكثر تقدما حول العالم وضع استراتيجيات مناسبة لجعل سلاسل التوريد الدولية أكثر مرونة مع التصدي لتعرض الحكومات الظاهرة الإكراه الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعهم المزمع عقده في مدينة أوساكا اليابانية بداية الأسبوع المقبل. يأتي اجتماع وزراء مجموعة السبع بينما يعاني العالم من تصعيد المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية نتيجة العقوبات والقيود التجارية الرامية إلى تعزيز الأمن الصناعي. وانطلاقا من أهمية سلاسل التوريد، سيجري وزراء المجموعة محادثات خاصة مع الهند واندونيسيا واستراليا وتشيلي وكينيا. في ختام نشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. اللجنة المنسقة لمكافحة قتل الفيلة في شرق أفريقيا تعود اجتماعها في أسمرة. مدرسة الشهداء الثانوية بأسمرة تكرم 133 طالبا مميزا. أندية الإقليم الجنوبي ودندن تفوز بالمسابقة الوطنية للعدو على التلال. الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات ويوسع عملياته، وحماس تعلن إفشال الهجوم البري. قوات كوريا الجنوبية وأمريكية تجري تدريبات قتالية بمسيرات. 21 قتيلا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان. سادتي سيداتي، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.